السلام على العالم. عاشوراء والسحور شمن علاقة عندهم؟ قبل ما نعرفوا العلاقة بأن كنطلب من إخواني وأخواتي الفيسبوكيين والفيسبوكيات متتبعي ومتتبعات الهشموشي بأنكم تبارطاجيو هذا الفيديو لأنه مهم ومهم بزاف. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله هي 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. شنو هي أشهر الحرم؟ أشهر الحرم هي رجب مضر أو رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم اللي هو أول الشهور الهجرية في العام في العام العربي. هذا الشهر هذا في اليوم العاشر ديالو نجى الله سبحانه وتعالى موسى من فرعون، ومن ذاك النهار من ذاك الوقت وهي يهود ديال بني اسرائيل كتصوم هذا النهار تعظيما وتقديسا لان اليهود كتقدس هذا النهار لان الله فيه نجى موسى من فرعون. فملي تبعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشاف اليهود ديال بني اسرائيل كتصوم هذا اليوم هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، يعني اليهود، يعني احنا أولى باليهود من موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: لو بقيت العام المقبل لصمت 9 و10 منه، يعني إلا بقى العام الجاي صوم 9 أيام و10 أيام. فتوفى صلى الله عليه وسلم. فبأن علاش نصوموا 9 أيام و10 أيام؟ لأنها مخالفة لليهود، نصوموا 9 أيام و10 أيام أو 10 أيام و11 يوم. هذا فيما يخص السنة. فيما يخص الطقوس والعادات اللي كيديروها الناس في اليوم العاشر فراها مصيبة ومصيبة عظمى. راه كاين الناس اللي كتسحر، راه هذه فرصة مناسبة عندهم باش كيسحروها، اللي كتسحر لعشيرها، اللي كتسحر لراجلها باش يولي بغيها، او انها تسحر له باش يتردوا بحال شي كيدار او بحال شي بغل او بحال شي حمار او بحال شي كلب شرف الله قدركم، وديرو تحت باطها وتولي دير فيه ما بغات الى غير ذلك. كاين مثلا بعض العيالات كيمشيو لعند الشريف، وإلا سمعتوا هاد كلمه الشريف راه هو السحار. هذاك السحار اللي كيخدم الجنود ديالو باش يجلب الحبيب لهذيك اللي باغيه تتزوج، او يرد الراجل سلسله او خاتم في اليد ديال مراته، او انه يولي مثلا الا كان واعر يولي ساهل، والا كان ما كيعطيش الفلوس يولي يعطي الفلوس الى غير ذلك. فالعيالات وما اكثرهم كيتوجهوا لعند الشرفاء اللي هما كيسمون شرفاء، لعند السحرة والمشعوذين باش يديروا هذه الافعال المحرمه. وحنا كنعرفوا بان السحر هو من اكبر الكبائر تهوى، لكن الشرك بالله، لان الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر بالله السحر جاي في المرتبه الثالثه من ديال الكبائر. فالعيالات خدموش بعقلكم. راه الحبيب جاب الحبيب، الا كنت كتب لك غادي تتزوجي راه الله غيهيئ لك الاسباب باش تتزوجي. وإلا كان راجلك صعيب حاولي تتعاملي معاه بواحد اللباقه وباللطف، وحاولي تبدلي من المعامله ديالك. وإلا كان الراجل ما كيعطيش الفلوس حاولي تتعاملي معاه بالحسنى. راه الراجل راه ما كيقدرش فيه السحر، يقدر السحر ياثر على ذاك الراجل، ولكن بقدره الله سبحانه وتعالى. وكاين بعض العيالات مثلا كيكونوا عاقلات، الله عطاهم العقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كاين اللي كيجعل الله عقيم، ما باغيش يولد، ما عطاش الله الذريه، لان عطاه الله الذريه غادي تقدر تخرج ديك الذريه ما فيهاش الربح، ما غيسخرش فيها الله. وكتمشي مع ذلك كنجمع النساء كتمشي عند الشريف او عند الساحر وكتسحر، كتقول له الشيت الشريف تسحر لي باش نولد، وكديروا داك صغاب الفار او ما عرف شنو هو القرزيبه ديال الحماره ولا ما نعرف، وكتسحر وكدير شي طقوس. والولاد راه الولاد بيد الله، ماشي ولاد داك السحار حتى هو كان يخدمش الجنود ديالو راه عندهم ما يدير. وكاين اللي كدي السليب ديالها، السليب ديالها باش تسحر الراجل مثلا حيت ما كيولدوش، لان ديك الافرازات وديال ديك العلاقه السكسيه اللي كتكون بين راجلها كديها الشريف
وكتعطيه فلوس صحيحه، وكاين اللي كتقطع الفلوس من المصروف اليومي باش تعطيها للسحار باش يتحرى باش تولي اللي تولد. وكاين مثلا اللي عندهم غير الولاد، المراه كتولد غير ولادك، كتمشي عند الشريف كتقول له انا سيدي نكون عند ولاد انا بغيت البنات، وهي داك الشريف وكيدير داك الطلاسيم ديالو وكيدير هذا وكيسحر باش تولد داك المراه الولاد. وكاين اللي عاوتاني كتولد غير البنات وكتمشي عند الشريف عاوتاني باش تولد البنات. هذه عقليه خاويه، هذه عقليه. اش تي الله عطاك الا وهبك الله البنات راه لحكمه، ولا وهبك الله الذكور والولاد راهم لحكمه، ولا ما وهبكش كاع الذريه راه لحكمه. راه حنا ما كنعرفوش قد الله، واش كتعرفي قد الله راه بحال كتحارب مع الله هكا. اللي كتمشي تقول عند الشريف تقول انا عاقل ما كنولدش، او عندي غير بنات عندي غير بنات خصني الدراري، او عندي الدراري خصني البنات، راه هذا راه كتدخل في شرك الله، لانك انت بحال كتولي انت كتعرف احسن من الله، وتعالى الله عن ذلك. فالعيالات فكروا شي شويه بالمعقول، راه الاولاد بيد الله، والزواج بيد الله، والمحبه بيد الله. راه ما نبقاوش نديروا شي افعال شيطانيه اللي نقدروا ندموا عليها. هذا الانسان اللي كيدير هذه الذنوب هذه خصو يستغفر الله، خصو يتوب الله، ما يبقاش يدير هاد الاشياء. وكاين شحال من واحد حمقوس السحور مسكين. وحداو راسكم مثلا ديك الشباب اللي كتقول لك مثلا العشيره ديالك شنو سميت ماماك، انت كتقول لها سميت ماما سميتها نعيمه، ايوا سير قول لها سميتها نعيمه باش كتمشي عند نعيمه باش لان ديك السحار شنو كيطلب منك؟ كيطلب منك السميه ديال الولد والسميه ديال الام ديالو، باش كيسحر لك باش هذيك عشيرتك كتسحر لك باش تولي تتزوج بها او تبغيها او الى غير ذلك. عطيو راسكم، عطيو السميات لصحاباتكم، انا بعضكم صحاباتكم مشيتوا فيها. فالاسماء كيمشيو السحاره كيديروا خدمتهم في هذا اليوم العاشر. وكاين هذيك الشعاله اللي كنديروا، هذيك الشعاله اللي كتكون نهار ديال 10 ايام، الناس اللي كتصوم فيه وكتعبد فيه الله. كاين الناس اللي كيمشيو كيرميو مثلا السليبات ديالهم في العافيه، وكاين اللي كيرمي ديالهم الشطايط ديالهم في العافيه، واللي كترمي الكومبيليتو ديالها والملابس الداخليه ديالها والسوتيانات ولا ما نعرف شنو هو، باش يولي راجلها يحماق عليها او يولي خاتم في يدها ولا المهم الى غير ذلك. هذه كلها يعني هذه كلها افعال شيطانيه ولا علاقه لها لا بالدين ولا بالقانون ولا بالمنطق. يعني الانسان او العيالات على وجه الخصوص اللي كيمشيو عند السحاره توبوا الى الله، راه كل شيء بيد الله. الا ضاق بك الحال ما عندكش الاولاد او ما تزوجتيش او عندك شي مشكل في حياتك، توجه الله سبحانه وتعالى، صلي 2 ركعات وتوجه الله سبحانه وتعالى، وسترى العجب. صدقوني سترى العجب. يعني توجه الله في السجود ديالك في وقت السحر، في وقت الليل اللي كتكون الناس ناعسه، وتوجه الله بقلب خاشع، ورا الله سبحانه وتعالى تاكد بانه ما غاديش يضيعك ابدا.